السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة إن شاء الله بقى فيديو جديد. هنعمل مع بعض النهاردة إن شاء الله الفسيخ. هنخلل بقى الفسيخ، وشايفين طالع جميل بسم الله ما شاء الله. شايفين لونه وطعمه. طعمه بقى طبعا ما أقولكوش يعني على طعمه. اتفضلوا معانا طبعا نشوف معانا بقى النهاردة الطريقة ازاي. معايا هنا جبت كده 3 كيلو من البوري. شايفين بقى ما شاء الله ده كده طازة ان شاء الله يعني. عينيه بقى اللي هي بتلمع كده، وراسه بتكون الراس اللي هي الصغيرة دي مش الكبيرة. طبعا الكبيرة ده بيبقى مزارع، لكن ده بوري بلدي طازة بالشكل ده كده. وشايفين الخياشيم بتاعته حمرا، بس هي مش واضحة قوي في الكاميرا. وبيكون عينين بقى بتلمع كده، والسمكية شكلها طازة يعني. شايفين ما شاء الله. كل سنة وانتم طيبين يا جماعة بمناسبة عيد الأضحى. كل سنة وانتم طيبين جميعا. ده كده قلبة بتوريهولكم. طبعا قلقة هتخلله معاكم النهاردة، فهي بتوريكم يعني شكل السمكية طازة ازاي. نغسله بقى غسلة كويسة كده. معايا هنا بقى ملح خشن، ومعايا كمان شطة 3 معالق صغيرين كده من الشطة. ما تخافوش مش هيبقى حامي يعني ولا اي حاجة. عايزين بقى تحطوا شوية كركم تمام، وشوية بابريكا يخلي برضو اللون حلو. بس انا بصراحة يعني قلت اكتفي كده يعني بالملح والشطة بس. طبعا بعد ما اتغسل غسلة كويسة كده نسيبه لمدة ساعة يصفي من المية. هنشفه بقى كده بالمناديل. والله وفي ناس بتخلله على طول، يعني مش لازم ان هم يسيبوه ساعة ينشف او حاجة. في ناس والله بشوفها بيخللوه على طول في ساعتها، يغسلوه ويروحوا مخللينه، وبيطلع برضو جميل وحلو يعني. نشفه بقى كده كويس بالمناديل. نطلع منه بقى المناديل كده وننشف بالشكل ده كده. وبقى السمكة كمان لازم يتنشف برضو. نعمل بقى كله كده بالشكل ده. بالشكل ده كده بقى حط المناديل في كله كده، وعشان يسحب اي ميه في راس السمكية. نشيل منه بقى المناديل كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، عليه افضل الصلاه والسلام.
زي ما انتم شايفين قلق كده حطت في قلبه المناديل في الراس، وبعدين بتشيلها تاني. معنا بقى الخلطة جاهزة اللي هي الملح والشطة، وطبعا لازم يكون ملح خشن. في ناس بتخلله برضو بملح ناعم، بس ما يعني ما فضلوش بصراحة، الخشن بيكون احسن منه. لا بقى يا جماعة، لازم توركوا سمكية سمكية بالشكل ده كده، علشان تكون كل حاجة واضحة قدامكم. لسه دي كمان نشيل من المناديل. لسه واحدة كمان معانا. لا الحمد لله كده خلاص خلص. نطر السمكية بايدينا بقى كده زي ما قلبت وريكم. شايفين بتعملوا ازاي عشان تكون السمكية طرية، ما تكونش اللي هي ايه ناشفة، تيجي تاكلوها كده تلاقوها ناشفة. لا دي بنطر السمكية في سخاية اقصد يعني. بس طبعا تخلوا بالكم من ايديكم علشان الشوك اللي في الفسيخ بيعور وكده. ان شاء الله. يلا نخلل بقى. ناخد كده راس السمكية، نحطه في بقها الاول، نملاه كده كويس قوي من الملح والشطة. وكمان الراس بالشكل ده كده. نعمل بقى واحدة تانية. واحدة كمان. التانية ما كانوش ظاهرين كويس، فهي طبعا جابته الناحية دي كده علشان تعرفوا تشوفوه. جربوا بقى طريقة الفسيخ النهاردة من ايد آلاء، ويا رب ان شاء الله تعجبكم. كله بقى بالشكل ده كده، كل الكمية بقى اللي معانا، اي كمية بقى انتوا عايزين تعملوها بالشكل ده كده. سهل وبسيط ومفيش فيه اي حاجة، وبتروحي تجيبي الكيلو بغالب يعني ممكن 400 جنيه او ازيد من كده كمان. وزي ما انتوا شفتوا في اول الفيديو، شفتوا لونه عامل ازاي، والطعم ما اقولكوش والله يا جماعة روعة. خلاص كده. لسه في حاجة تاني، في واحدة كمان.
طبعا ده كده ملح وشطة بس. كده خلصنا كل الكمية اللي معانا. باقي شوية خلطة بقى، ملح على شطة، نحط عليهم شوية زيت ونقلبهم كويس قوي. نحط بقى على ظهر البورية كده، عليها كلها كده ملح والزيت، الخلطة اللي عملناها مع بعض بالشكل ده كده. وما نكترش قوي علشان ما يكونش حادق. ده كده بقى هيقعد قد ايه؟ هيقعد معانا 5 ايام، وفي السادس ان شاء الله نفتحه مع بعض. نجيب بقى اكياس معانا كده، نحط فيها شوية من الملح على الشطة. نحط بقى البوري كده، نحط بقى واحدة راسها الجهة دي وواحدة تانية راسها الجهة التانية، يكونوا مختلفين كده يعني بالشكل اللي حضراتكم كده شايفين. وزي ما قلت لكم 5 ايام بس وتفتحوا عليه، عشان طبعا الجو حر. نطلع بقى نخرج منها الهواء كده ونربطها كويس. رشينا شويه كده ملح على الوش برضو. نقفل كويس ونحط فيه اكياس كتير. طبعا الجزء ده ما تصورش لان التليفون كان هيفصل مني، فعملته بالشكل ده كده شويه اكياس حلوين يعني. وسبته 5 ايام وفتحت عليه في السادس. نفتح بقى كده مع بعض نشوف الجمال. قولوا لي بقى ايه رايكم في تخليل الفسيخ النهارده من ايد الاء. لو وصلتوا لحد هنا من الفيديو متنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. طبعا اكياس كتير فلازم بقى نفتح كله كده كويس. لسه في اكياس كمان عايزه تتفتح. دلوقتي بقى ايه، تشوفوا الاخبار ايه، تشوفوا الجمال بقى اللي اتخلل معانا النهارده. طبعا هي بتشوف هتفتح منين. ايوه الفسيخ بدأ يظهر يا جماعه. قربنا. ايوه الفسيخ ظهر. الله على الجمال، ما شاء الله.
هنفتح بقى واحدة كده مع بعض دلوقتي، بس نخلص فتح بس كده الأول. يلا يا آلاء خلصي، يلا. شايفين ما شاء الله، ما شاء الله، الله أكبر. ايه الجمال ده. تسلم ايديك يا آلاء. نفتح بقى كده مع بعض واحدة. بسم الله. شوف بقى اللون بتاعه الجميل اللي شفناه في أول الفيديو. الله. قولوا لي بقى رأيكم بصراحة، وقولوا لآلاء بقى تسلم ايدك يا آلاء في الكومنتات. شايفين ما شاء الله لونه جميل ازاي، والطعم يا جماعة روعة. بسم الله ما شاء الله. اتفضلوا معانا يا جماعة. الله. متنسونيش بقى في اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكوا كل جديد ان شاء الله. قولوا لي ايه رأيكم، واشوفكم في فيديو اخر ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.